السلام عليكم ورحمة الله. قال المعلق حفيظ الدراجي: بعد تعادل بطعم الخسارة أمام أنغولا وتعادل آخر بطعم الفوز أمام بوركينا فاسو، جاءت الخسارة والإقصاء معا أمام منتخب موريتاني، منتخب محترم وشجاع حقق أول فوز وأول تأهل إلى الدور الثاني في تاريخ مشاركته بجدارة واستحقاق. وقبل قليل انتشر فيديو للكوتش جمال بلماضي على نطاق واسع وهو يتحدث مع الجماهير الجزائرية الحاضرة في المدرجات، وهذا الأخير يطلب منهم السماح، ومن خلال نبرة صوته يظهر أنه يفكر في الاستقالة من منصبه كمدرب للمنتخب، حيث قال جمال بلماضي للجماهير: اسمحوا لنا، لقد فعلنا كل ما في وسعنا. وهذا عكس ما قاله في الندوة الصحفية بعد نهاية المباراة. آراءكم تهمنا في التعليقات. إلى لقاء آخر بإذن الله.